إن كانت من الشيطان فهي شر، أوقفها. هؤلاء الذين يوسوسون دائما وأبدا. أعرف أنا فتاة تتوضأ أكثر من 20 أو 30 مرة للصلاة الواحدة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من هذا الوسواس. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. موضوعنا اليوم يتعلق في كيف تنم نوم قرير العين هانيها. كيف تنم نوم قرير العين هانيها. نحن نعلم أن الشيطان هو العدو الأكبر لكل إنسان وللبشرية. ما هذا الفساد الذي هو موجود الآن إلا من وسوسة الشيطان. فإذا علمنا أن الشيطان هو العدو الأكبر للإنسان، وهو الشيطان هو الوسواس الخناس، إذا عرفنا ما هو الوسواس الخناس وانتصرنا عليه نعيش في هذه الدنيا وننام نوم قرير العين هانيها. ما هو الوسواس الخناس؟ الوسواس هي الخواطر والأفكار الرديئة والبذيئة التي تتجمع في قلب الإنسان. الخواطر هذه اللي تكون دائما الإنسان سأعمل كذا وأعمل كذا، هذه الخواطر في قلب الإنسان والتي تفتك في الروح أحيانا حتى تصل هذا الوسواس القهري ما يستطيع عليه، مرض رديء جدا تفتك في الروح. ومن أشد الألم هو ألم الروح، مرض الروح. المرض الجسم يعالج، مرض الروح يحتاج إلى علاج أكبر. ما في أحد وما من إنسان أو أحد إلا وفيه الخير والشر، معه ملك يرشده للخير وشيطان يقوده للشر.
حتى يصل هذه الخواطر إلى إفساد العقيدة بعض الأحيان والشك بوجود الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. أولئك حزب الشيطان. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. والوسوسة دائما في الصدر، في القلب، مصدرها الوحيد هو الشيطان. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، اسمع إلى هذا الحديث الصحيح الذي يرويه ابن عباس، يقول: الشيطان جاثم على صدر ابن آدم، أي على قلب ابن آدم، نائم على قلب ابن آدم. فإذا ذكر الله، أي حينما الإنسان يقول سبحان الله، الحمد لله، أستغفر الله، لا إله إلا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا ذكر الله خنس، أي لم يوسوس، كالكلب. الكلب يعوي عليك، إذا ضربته نام، خنس. أما الشيطان لا يخنس إلا بذكر الله. وإذا غفل الإنسان عن ذكر الله، نسي عن ذكر الله، وسوس له الشيطان دائما وأبدا. الشيطان لا ينام، لا ليل ولا نهار. إذا الإنسان غفل عن ذكر الله وسوس له الشيطان. وإذا ذكر الله خنس، لم يوسوس، أي يحجم عن نشاطه حينما يذكر المسلم ربه، وإلا فإنه يوسوس ليفسد هذا القلب. وأهم أثمن ما في الإنسان هو القلب، وأهم ما في الإنسان هذا القلب. فإذا أفسد هذا القلب فسد الإنسان. فالشيطان حريص كل الحرص على أن يفسد هذا القلب. فالشيطان مع كلنا، مع كل إنسان إلى أن يموت. كل إنسان معه شيطان، يبقى معه ملازمه إلى أن يموت. فهذا هو قرينك، هذا القرين اللي قال عنه الرسول صلوات الله وسلامه عليه: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه. قرين، هذا قرين دائما وأبدا معك ليل نهار. فالأولى أن تذكر الله سبحانه وتعالى لتلجمه. هذا القرين هو من الجن، أي عن الشيطان الملازمنا. قالوا: يا رسول الله وإياك، يعني أنت معك الشيطان؟ قال الرسول: وإياي، نعم أنا معي الشيطان، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. أسلم كلمة اختلف العلماء بها، إلا أنه لا يأمرني إلا بخير. الشيطان لا يأمر الرسول إلا بخير، فهو مستريح البال، هنيء، عيش رغدة، مطمئن قلبه. وهكذا الإنسان إذا تغلب على الشيطان فيستريح. فالرسول بالإجماع أن الرسول معصوم من الشيطان في جسده، في لسانه، في خواطره كلها، أي لا يوجد عنده وسوسة كما يوجد عندنا. يقول: اسمع إلى هذا الحديث الذي يجب أن تفهمه وتعمل به.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن للشيطان لمة. إن للشيطان لمة، يعني الشيطان له خاطرة، وسوسة بابن آدم. كل ابن آدم له لمة، يقول الشيطان هذا دائما به لمة بابن آدم. أيضا هناك ملك آخر، لا نتكلم عن الملك اللي على اليمين وعلى اليسار على الشمال، ولا نتكلم عن الملك في المقدمة الإنسان ومؤخرته ليحفظه. نتكلم عن ملك خاص، هذا والشيطان ملك له لمة والشيطان له لمة. فأما لمة الشيطان، يعني خواطر الشيطان اللي تأتي على قلبك دائما وأبدا توسوس لك: أنا سأطلق اليوم أنا اليوم سأطلق وأنهي المسألة معه. هكذا يقولون: أنا أطلق، أين الطلاق؟ سيقع الطلاق اليوم. وهكذا هذه الأفكار الرديئة، هذه اسمها لمة الشيطان. لمة الشيطان، الشيطان لا يوسوس ولا يأتيك بخواطر إلا بإعادة بالشر، يعني كل الشر ما يأتيك إلا بالشر، والتكذيب بالحق حتى يأتيك تكذيب عن الله سبحانه وتعالى، تكذيب بالحق دائما. هذه الوساوس التي تأتي عليك السيئة هي من الشيطان. إذا عرفت أنها من الشيطان نجحت. وأيضا هناك ملك لا يأمرك إلا بخير، دائما وأبدا يحضك على أن تعمل الخير. تصدق، صوم، صلي، كن مطيع، وهكذا. لمة الملك دائما تأتي بالخير وتصديق بالحق، بوجود الله، بوحدانية الله سبحانه وتعالى. عرفنا لمة الملك وعرفنا لمة الشيطان. فإذا الإنسان وجد لمة الشيطان وعلمها، هذه أهم شيء في حياة الإنسان. إذا علم أن هذه اللمة من الشيطان وأوقفها، فليعلم أن الملك إلا يأتيك بخير، والشيطان لا يأتيك إلا بالشر. لما يأتيك خواطر الخير، هذه من الملك، من الله سبحانه وتعالى، فاحمد الله عليها. احمد الله انه عندك ان تتصدق او قم بعمل خير. كلنا يعلم الخير من الشر، لا شك انه نعلم، كل منا يعلم الخير من الشر. فاذا علمنا ان هذا من الشيطان فلنوقفه. كيف نوقفه؟ عدة طرق. نتكلم بذكر الله، كل ذكر الله يوقف الشيطان. علم أي شيء يوقف الشيطان. إذا وجد الإنسان دائما وأبدا هذه الخواطر الرديئة في قلبه، رانت على قلبه، يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ
السميع العليم. الناس في الوسواس هم عدة أصناف كثيرة. أعلاها أنه يصل بالإنسان حتى يدمره، هذا اسمه الوسواس القهري، هذه أعلاها. وهناك من الناس تتفاوت. هناك إنسان يمشي بدون شيطان. تصور أنك تسير على الأرض وتنام وتقوم وتتكلم مع الزوجة وتتعامل مع الناس بدون شيطان. كيف تكون هذه الحياة؟ هذا بذكر الله، لا يكون إلا بذكر الله. وناس بالوسط، الشيطان يقهرهم أحيانا وأحيانا يقهر الشيطان، وهكذا دائما. أهم شيء هو الإنسان دائما يذكر الله سبحانه وتعالى. والوقاية من هذا الوسواس، يعني كما يقولون درهم وقاية خير من قنطار علاج. درهم وقاية، الوقاية خير من العلاج. أهم شيء أنه الإنسان يتعلم دين الله. نحن أمرنا بتعليم هذا الدين، ليس فقط بتعليمه وبتبليغه للناس وإرشاد الناس. نحن مطالبين كأمة مسلمين، ولتكن منكم أمة دائما وأبدا هذه الأمة تعلم الناس القرآن وترشدهم إلى هذا الدين. أهم شيء هو لما الإنسان يتعلم هذا الدين ويتفقه فيه، العلم النافع، وبعدها العمل الصالح. الإيمان يزداد وينقص. قد يصل الإيمان في قلب الإنسان الذي هو كيلو واحد فقط، قد يصل الإيمان بهذا القلب كالجبال، كجبل أحد، وقد ينتهي. الإيمان أهل السنة والجماعة يعلمون أن الإيمان يزيد وينقص. يزيد كيف؟ بالطاعات، بالعمل الصالح، بالعلم النافع. يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية. الرسول صلى الله عليه وسلم مرة يقول إلى عمر بن الخطاب رضوان الله عليه: والذي نفسي بيده، يعني يقول لعمر: ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. يعني ما سلك الطريق يا عمر إلا الشيطان أخذ طريق آخر. لماذا؟ الإيمان بذكر الله، بقدر إيمانه. مر ذلك الرجل الصحابي الجليل رضوان الله عليه وعلى آله وجميع الصحابة أجمعين. هذا عمر رضوان الله عليه، لأنه مع الإيمان القوي، فالشيطان يهرب من الإنسان. حتى ولو لم يكن عمر، لما يكون الإنسان إيمانه قوي يفر منه الشيطان. أهم شيء أنك تعرف هذه الخواطر اللي تأتي عليك كما ذكرت سابقا، أنه تعرف أنه دائما هذه الخاطرة تجول في فكرك، أهي من الملك أم هي من الشيطان؟ أهم شيء هذا. إذا استطعت أن تفرق بين لمة الشيطان ولمة الملك فأنت ستستريح. لما تأتيك لمة الشيطان استعذ بالله من الشيطان الرجيم، اذكر الله، أي ذكر تأخذ عليه حسنات ويرفعك الله به درجات في الجنة وينام عنك الشيطان. إن كانت من الشيطان فهي شر، أوقفها. هؤلاء الذين يوسوسون دائما وأبدا. أعرف أنا فتاة تتوضأ أكثر من 20 أو 30 مرة للصلاة الواحدة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من هذا الوسواس. إن كانت الاستعاذة، إن كانت الوسوسة من الشيطان نوقفها. كيف نوقفها؟ إذا وجد أحدكم هذه الوساوس والخواطر الرديئة والسيئة ذلك، فليقل
آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله لا إله إلا الله، فإن ذلك يذهب عن ما فيه. الكافر لا يذهب عنه من المحال، لأن هذا الشرك متغلغل في صدره، ما يستطيع، لأنه كافر. فالإنسان لما يعلم أن هذه من الشيطان دائما وأبدا ذكر الله. ونحن مأمورون دائما، كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يذكر الله سبحانه وتعالى على جميع أحيانه، دائما وأبدا بذكر الله، دائما وأبدا بذكره. وهذا الذكر يرفعك درجات لا تحصيها. ومما يساعد على قهر الوسوسة في حال الوساوس والشيطان وهذه الخواطر، أيضا أن لما تأتي الإنسان دائما بعض الأحيان يأتي الشيطان ومعه أعوانه ويشدد على الإنسان. إذا كان الإنسان ضعيف الإيمان لا يذكر الله قليل، فيأتي ويشدد عليه حتى أنه يكاد يطير عقله، لا يبقى عنده عقل. من هذه الأشياء اللي أرشدنا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم هي أن يتفل عن يساره ثلاثا، يتفل عن يساره ثلاثا حتى ولو كان في الصلاة. يعني إذا جاء الإنسان الشيطان يوسوس له وهو في الصلاة يتفل عن يساره ثلاثا، حتى إذا كان في الصلاة. وأهم شيء هذه الحصين هي قراءة المعوذات، قل هو الله أحد، الإخلاص، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق. فالمعوذات، هذه المعوذات هي الحصن الحصين من الشيطان الرجيم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول عقبة، الرسول قال له يا عقبة تعوذ بهما هذه المعوذات التي ذكرتها، تعوذ بهما يا عقبة، تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما. يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما. اقرأهما صباح مساء، تطرد الشيطان وتنيمه بالتنويم المغناطيسي كما يقولون. وشيطانك ينام، فإذا نام الشيطان لم يبقى عندك إلا الملك، والملك لا يأمرك إلا بخير، فتصبح وتمسي طيب القلب مسرور. ما تذكر هذه السعادة، ما أكبرها من سعادة، ما أكبرها من نعمة. ما يخسر الإنسان قراءة قرآن، ولك به أجر وثواب، فوائد لا تحصى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. هذا هو الشيطان، دائما وابدا يوسوس إلى الإنسان. قراءة المعوذات قبل النوم أيضا، الرسول كان دوم عليها، قراءة المعوذات قبل النوم، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، قل برب الفلق. أن تجمع كفيك معا كما تفعل عند الدعاء، لما ترفع يديك إلى الدعاء ثم تقرأ المعوذات 3، ثم تنفث فيهما يعني بيديك وتمسح ما استطعت من جسمك. تبدأ بالرأس والوجه قدر ما تستطيع من جسدك، بدءا بالوجه والرأس
وما أدبر من جسدك، أي ما تستطيع مسحه من الجسد، وتفعل ذلك 3 مرات. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل 3 مرات في كل ليلة. الوقاية خير من العلاج. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.